مين كلمني في الفالنتاين بشوي؟ يعني انت لو هتيجي هات خزين الشهر، هجيب 200 ملاية الا لو جوزك عنده تبول ارادي. الهلال مع الصليب. الهلال مع السلي، ايد واحدة. ايد واحدة. إيد واحدة. طيب، احنا حابين بس نعتذر ان اللي فات منزلش حلقة لسبب ظروف شخصية عندي وعند شغله الحمد وشغلي، لله. وزي ما انتم شايفين بشوي تعبان كمان. حاول نبتدي نفرم تاني، وراجعين ان شاء الله احسن من الاول. في حلقة تانية المفروض نزلت، المفروض إن ده بتاع الجيمنج. اوريدي بتاعت الجيمنج. الحلقة دي مش جيمنج كونتنت قوي، بس دي قعدتنا في وقت الصيام بنرفه فيها عن نفسنا، ده اللي صيامنا مش اكتر. طبعا ده مش الاساسي اللي بيتعمل في رمضان، في الصيام كتير دي كانت عبادة اكتر. مصحش اي حد يعمل زينا، بس ده احنا بنسلي صيامنا في وقت فراغنا يعني. فدي حاجة حابين نشاركها معاكم. هي المفروض هتبقى 4 حلقات في 4 أسابيع. لو عجباكم وعايزيننا نكمل بيها قولوا لنا في الكومنت. الموضوع دوت لمس ناس كتير أوي الحمد لله. ماشي، لمسني. وناس كتيرة أوي تعبت منه وعانت منه، وبالذات في التجهيزات بتاعته والكلام ده كله. اظن ان أصحابنا انتوا كده بيعانوا منه لحد ابتديتوا ان دلوقتي. انتوا صحابنا اه، بيعانوا بالذات لحد في دلوقتي. المصاريف والكلام دوت، اه. المصاريف وال النهارده التوبيك بتاعنا هو عن الجواز. تمام. جواز من ناحية ان انت التجهيز بتاعه ال- الفلوس بتاعته بتبقى قد ايه، الكلام ده كله بيتحضر له في قد ايه. كتير. كتير. اه ف... في حاجات كتير قوي هتحصل فيه النهارده. الفلوس ماشي. كتير. الفلوس كتير يا اسطى، فلوس الفلوس كتير كتير قوي. والتجهيزات كتير. فلوس كتير قوي، التجهيزات كتير قوي، حاجات كتير قوي. طيب، ال... احنا اه، واحد بس على عشان فكرة احنا نبقى الاتنين متفقين. سناجل. احنا الاتنين احنا الاتنين سناجل. سناجل يعني. فاحنا اخدين مقتطفات من حياة بعض من الناس احنا عارفينهم. اه تمام. وبنحاول ناخدها بشكل ساخر وبشكل كوميدي بس مش اكتر، بالنسبة لي فاهمنا. أنا كنت أخش في الليلة دي. كنت أخش وما حصلش نصيب. فدي برضو من الحاجات اللي الحمد هنشيرها لله. معاكم النهاردة، وهنقول لكم حاجات الحمد لله. من صحابنا وخبرتنا في الحياة، أو إحنا رأينا إيه في الموضوع عموما كشباب. وقولوا لنا أنتوا برضو رأيكم في الكومنتات عن الجواز، في وهل الكومنتات. تحضيراته سهلة هل تحضيراته صعبة. وفي الأغلب هي صعبة. بس لو هي انت حد صعبة. متجوز يعني قول لنا انت شايف الموضوع اه. ازاي، او يبقى اسهل ازاي. وايه الموقف اللي حصل في حياتك من ناحية الجواز دوت كان كوميدي بالنسبة لك، مع صنايعية بقى، مع الناس، مع قرايبك، فاهمني، كل حاجة عادي، ده في الكومنتات يعني. طيب، خليني اقول رأيي انا في الجواز عموما. امم. الجواز بالنسبة في مصر او الدول العربية بشكل عام واخد شكل امم. صعب. تمام. واخد شكل صعب من ضمن التجهيز والمصاريف والكلام ده كله. انا واحد من الناس، امم. انا ضد ده. انا ضد تمام. ده. شايف ان ممكن يبقى اسهل من كده، الطرفين يكونوا متفاهمين، ده واحد. تمام. خلينا بس نبعد عن حتة ايه ان هنجيلها بعدين، يعني حتة ان في فلوس كتير امم. بتتصرف في حاجات ملهاش لازمة. شايف. وبعد في الاول وفي الاخر كل واحد ومقدرته يعني. انت لو قادر تجيب بالظبط. كل حاجة هات، محدش بيمنعك. بس احنا بنتكلم في الطبقة المتوسطة، اللي هو وخصوصا 15 ملاية ومش عارف ستاير وبتاع، ولازم اه تبقى ست تمام. كده. فانا شايف ان الموضوع يتظبط ما بين الطرفين، ده واحد. ويتظبط ما بين امم. الاهلين برضه، لان انت مش بتتجوز الشخص لوحده، انت بتتجوز اهله كمان. ف عيلة بعيلة، اه. عيله بعيله، فانت عيلة لازم بتناسب عيلة. يكون العيله اللي انت هتناسبها دي يكون حد متفهم ظروفك ومتفهم دنيتك، عشان امم. ما تلبسش الخازوق وانت مش عارف يعني. هو لازم تكون كل حاجه على عينها كده من الاول، وكل واحد يبقى فاهم اولك واخرك مقدرة فين. التاني. بالظبط. امم. تمام. وبعدين برضك يا بيه، ما تاخدش واحدة تمام عايزة بس فلوس، فاهمني، ما انت برضك انت احكم برضك بالعقل يعني. حبوا بعض، حبوا بعض. حبوا بعض، حبوا بعض، حبوا بعض. تمام.
الفلوس بالنسبة لي يعني الفلوس هي حاجة وسيلة، ووسيلة مش هنكذب على بعض، الناس كلها محتاجاها، الناس كلها عايزاها. مش هقول لك انا مش عايز فلوس، انا عايز فلوس ومش عايز فلوس، كله عايز فلوس. اهلا وسهلا. يعني انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله. تمام، بس هي وسيلة مش هي الأساس. ف... فاللي هو الوسيلة لازم تكون موجودة، بس أساس الجواز نفسه برضه لازم يكون. تعالى بقى أخدك بص، لبداية أي شاب. لبداية أي شاب. أنت بتجهز نفسك لحاجة زي كده. سيبك من إن أنت واحد تخلص يعني مدرسة، بعد ما تخلص مدرسة تخش الجامعة، بعد الجامعة تخش الجيش، تطلع وبعد كده تبتدي تجهز نفسك. الموضوع ده قصة لا، تانية. سيبك من الموضوع ده، سيبك سيبك من من الموضوع ده. الموضوع ده عشان احنا هو بص، من بنعجز الآخر حرفيا. من الآخر دلوقتي والله بجد، عشان اللي يجهز نفسه فعلا امم تمام ده لازم يبقى وارث. انت معلش. يا تبقى وارث يا تبقى تمام. واخد قرض وهتتسجن بيه، يعني اي اه، حاجة من الاتنين. هتتسجن أول ما تتجوز، فاهمني؟ اي حاجة من الاتنين. فالموضوع صعب أوي الصراحة على الشباب بالذات في مصر يعني. بس والله هقول لك على حاجة. آه. امم. هقول لك على حاجة، يعني احنا عندنا واحد صاحبنا، وبشوي عارفه كمان. عندنا واحد صاحبنا، آه، التفاهم اللي انا كنت بتكلم عليه ما بين الطرفين مخلي ان مفيش فلوس كتير قوي تتصرف في شهر عسل، مفيش فلوس كتير قوي تتصرف في فرح، مفيش فلوس كتير قوي تتصرف على جهاز وعفش وحاجات كتير قوي ملهاش لازمة. لا، التفاهم وصل ان كل واحد هيعمل حاجة، امم. آه والفلوس اللي هتتصرف على كل الكلام ده تتحوش وتتحط في شقة في مكان هم يقعدوا فيه. فده التفاهم اللي انا بتكلم عليه. ده التفاهم. وبنتكلم برضو في فلوس مش قليلة، يعني في مبلغ كبير، بس المبلغ الكبير ده انا عندي احطه في بداية جوازتي احسن ما احطه في حاجات ملهاش لازمة وحاجات هتتركن او تتحط في نيش يتحط محدش هيلمسه اصلا. مم. تمام، ماشي. ايه ده؟ اتصدم يا عيني من الكلام. طيب قال لك طيب يا عم دول خلينا بيتكلموا مثلا كلام نقول ملوش على واحد طبع. مثلا ما وده في الاغلب على فكرة، ده المثال اللي بكلمكم انا خلينا نتكلم في اتنين ما عندهمش الإمكانية إن هم يبقى معاهم مبلغ معين يجيبوا منه فلوس. فهم دلوقتي في مم. مرحلة إن هم بيجهزوا نفسهم. الحل الوحيد إيه؟ تشتغل 500 سنة لحد ما تتجوز، تبقى راجل حصل. مسن ساعة ما حصل. تتجوز. مش هينفع. ايوه. فالموضوع صعب. الموضوع صعب علينا يا اما إحنا. تبقى شوجر دادي بقى، فاهمني؟ ما هو أنت بعد ما تشتغل وتوصل للسن ده هتبقى شوجر خلاص دادي، بقى انت بقيت شوجر دادي مش هتبقى خلاص شاب، بقى، فاهمني؟ مش هتبقى شاب يتجوز اه، عادي. هذا شوجر دادي. فخلاص بقى. تمام. بس. ده غير اصلا ان طيب. لو احنا هنقول ان انت تحوش من لحد دلوقتي لحد ما معاك مليون مثلا، هتجيب بيهم شقة يا عم، ده لو في شقة بمليون. وحياتك ده وحياتك لو في وحياتك، انا شقة لغايه لما احوش المليون. تبقى تمام، انا الشقة لغايه لما احوش المليون هتبقى 2 مليون، هتبقى فاهمني؟ الشقة ب 2 مليون. ما هو ده اللي أنا بتكلم بس. كده. يعني وبعد كده تبتدي تدور على عروسة، وده انيل. صح. صح. تمام. صح، بس خلي فانت بالك ان انا كده هبقى قعدة الصالونات، رجعنا كده لقعدة الصالونات تاني، اللي هو رجعنا يا لقعدة دوبك انا الصالونات. عارفها قعدة صالونات. وانا ضد الجواز ده مفيش بقى عموما، انا مفيش ضد بقى معرفة قبل الصالونات دي. كده، مفيش اي حاجة. انا ضد مفيش. الجواز ده عموما، ضده جدا. بس عايز اقول لك انت دلوقتي بتقعد في الوقت ده كله تجهز نفسك، وبعد كده تبتدي تدور على عروسه. ويا سلام بقى، يا سلام لو لبست في واحده. اوعى تقول لي مادية. لا سيبك من ايوه، ازعل. الماديه. يا ريتها ازعل. ماديه. في زوجات او ستات امم. الله عينك كرهوك في دنيتك حرفيا. تمام؟ يعني يا بص. اسطى، دي مش واحدة. دي مثلا مش واحدة بس. مثلا مثلا انا من الناس عندي ثقافة إن أنا لو فاضي ومش في الشغل وموجود في البيت، إن أنا أساعد في البيت، اساعد. أساعد في البيت. ايوه. تمام. آه ايوه. أنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده. أنا متربي على إن أنت عادي إن أنت تساعد في البيت بدل أنت مش في الشغل، بدل أنت قاعد عادي. ولا ميز بعد الحلقة ديت هيجيلك عروستك، انا عارف. لا ما قول لي افتكرش. بس. قول لي. سيبوا كومنت طب ولا اي استنى حاجة بس. كده طب للاخ ده. استنى. طب استنى. انت دلوقتي انت شايف ان انا عندي وقت
ارتبط فيه. واحد امريكي سنجل، تمام، عنده 23 سنه او 24 سنه، ماشي، بقى شغال زي الفل، تمام، بيقبض كويس، معاه عربيه الحمد لله، تمام. يلا يا جماعه هو مستعد. انا مش مستعد. ما عنديش شقه. ما عنديش شقه. تمام. عربيته تبقى شقته. عربيتي يا اسطى اه، هي عربيتي واسعه وكل حاجه، بقى افرش لها عارف، سرير ورا. في الاخر يا اسطى شغاله يا اسطى 128، فاهمني؟ انا اخد 128 نأجرها. لسه انا نفسي بنط وانا طالع العربيه عاليه جدا. ما انت شفتها العربيه انا نفسي بنط وانا طالع. تمام. تمام. بس المشكله ان انت تخش تقابل واحده طلع عينك في الدنيا. اصل بص اقول لك على حاجه، هي زي الشركه كده، في عندك ايوه. موظف او في عندك شريك يطلع عينك في الشغل، وفي عندك الدنيا تبقى سهله وماشيه بالبسيط، تحصل مشاكل في النص عادي، بس الدنيا سهله وماشيه. هي الجواز كده شركه، تمام، في حد ده حقيقي، يظبط الدنيا ويمشيها، وفي حد يطلع عينك. ده حقيقي. بس تمام. خلي بالك على فكرة، الاتنين لو طلعوا عين بقى بعض بقى، تعالى كده نتخيل الاتنين لو بيطلعوا عين بعض، اللي هو انت قلت كذا، حلو لا انت اللي حلو، قلت كذا، يبقى تلم تنتون على تنته وخلصت. فاهمني؟ لا بس خلصنا ساعتها، من بس اتنين في ساعتها البشريه، هيطلقوا فاهم؟ بعض، هيطلقوا بعض. مش مشكله، ما يبقى هما هيزيدوا. الاتنين. مش مشكله. ما هيزيدوا كده، سيبهم وخصوصا لو سيبهم. خلفوا بقى، هما خلفوا بيلاقوا قبل ما بعض. يطلقوا، انا في فاهمني؟ في ناس في المجتمع، في كده بشر في المجتمع، انا مقتنع ان لما يلاقوا بعض وخلاص دخلوا مع بعض، يبقى كده حلو، خلصنا من اتنين، فاهم؟ انت عارف ان احنا جايبين برضك الحلقة ديت بعد الفالنتين، ما شاء الله علينا، انا ما عادش حظنا حاجه في جميل. الفالنتين. ولا انا، ما ما عادش حاجه في سنأجل بقى، الفالنتين. هنعمل ايه ما عادش حاجه بقى؟ والله عارف، عارف احنا يا اسطى بنريح نفسنا بجملة بسيطة جدا قوي، بتقول ايه؟ السنجل سنجلة جنتلة، طب استنى، مش انت جبت فاهمني؟ سيره الفالنتين؟ مش انت فتحت السيره دي؟ اه، اتفضل يا باشا، مين اتفضل. كلمني في الفالنتين؟ بشوي. بشوي حصل، كلمني، وما اعرفش كان واكل ايه. كان واكل في حاجه حصل، فيها سكر كتير. حصل، فكان شربت والله ستنج والله. اه والله، كان شارب حاجه فيها سكر كتير، وطلبت معاه بهلس، وقعد يحب فيا، ما اعرفش ليه. حتى احب فيه، ما قلت له يا اسطى النهارده الفالنتين، ما مش لاقيين حد، فاهم؟ لا مش قعد لاقيين يحب كلب فيه، انا وهو، كلمني يحب فتمام. فيا. فدي مصيبه في حد ذاتها، دي مصيبه ان انا بس إن طلعنا افكار حلوه والله من الموضوع دوت، طلعنا افكار، مش عارف ايه هي، بس طلعنا افكار. ده اللي انا بتعامل معاه. بس ده شريكي في هو ده. يا اسطى انا مش شريكك في الجواز، اخلص. انا مش مراتك انا. طيب يعني برضو. بمناسبة الموضوع دوت، إيه، برضه كلمته قبل كده في مرة، تمام، لقيته بيطبق الغسيل وبتاع، بيقول لي انا ناقص بس ايه، تمام، جوزي يرجع من الشغل. طب انا اعمل ايه يا اسطى؟ انا عايش لوحدي، انا بطبخ لنفسي وبطبق غسيلي وبنظف البيت. والله انا زوج 100 100. انا زوج كده. انا زوج كده. خلينا طب نرجع استنى، للمشاكل بتاعت الجواز. مش انت ما ايه اصلا ملهاش كلمتني لازمة. مش انت ما كلمتني امبارح قلت لك انا عامل ايه؟ محشي وفراخ، صح؟ حصل، شفت؟ حصل، انا كنت عايزك اصلا تبعت لي يا اسطى. احنا في عندنا دلوقتي مشاكل في فكرة ان هو الاهل لما بيجوا يجي عريس يتقدم لبنتهم او كده، انا عارف ومتاكد ان هم عايزين احسن حاجه لبنتهم، بس في نفس الوقت هل انتم مراعيين ان الشباب ممكن ما يبقاش معاهم الفلوس لدرجه ان هم مش عارفين يكونوا نفسهم؟ لا، واللي يجننك في ده ايه؟ اللي يجننك في الموضوع ده ايه؟ امم ان الاهل اللي انت بتتكلم عليهم دول هم نفسهم ما اتجوزوش بالمبلغ اللي هم طالبينه ده. بالظبط، بالظبط. فاهم؟ انا يعني مقتنع ان انت عايز احسن حاجه لبنتك، اه تمام،
بس في نفس الوقت لو بنتك شافت ان الشخص دوت هو اللي قادر يكون معاها وهيسعدها، ايه المانع؟ ايه المانع ان انت تساعد معاها؟ يعني مثلا تمام. انا افهم إيه، عندي اطمن يعني، معلش يا ميز، مم. اطمن من على جوز بنتك، اطمن منه، شوف متطلباتك اللي انت عايزها، بس برضك راعي ظروفه. سهل، سهل على نفسك، الدنيا هتسهل على بنتك. لما يجي مثلا، ده أنا على فكرة، وده اكبر دليل اللي على فكرة بيحصل في الخناقات. تمام. مم. ان الشخصية ديت، البنت لما بتطلع من بيت اهلها، اول ما بتطلع من بيت اهلها، الجوز دوت بقى، ما انت ابوكي عمل واحد واثنين وثلاثة واربعة ومش عارف، وطلب واحد واثنين وثلاثة واربعة، وفي الاخر انت عمالة بتنكدي عليا وبتاع، تحصل خناقة. ده حقيقي. صح ولا غلط؟ ده حقيقي. لكن وفي اغلبيتهم برضك على فكرة بيبعدوا عن اهلهم اصلا، الاتنين، سواء من الراجل او من البنت. فاهمني؟ الاتنين برضك بيبعدوا عن اهلهم، وبيبعدوا بطريقة غبية. فانت ليه ما تسهلش الدنيا؟ ما طب تسهلش ليه الدنيا على جوز بنتك انا هقول او لك على خطيبك؟ حاجه، جزء من اللي انت بتقوله ده، انا شايف ان انت يبقى ليك الحق في الكلام في الموضوع ده مم. لما انت عارف ان انت شايف فرق المستوى. مثلا انت دلوقتي حد في مم. مستوى اجتماعي عالي، انا مش بتكلم بطبقية خالص، بس انا بتكلم دلوقتي ان انا لو واحد رايح اتقدم لبنت من مستوى اجتماعي عالي قوي، لازم انا كراجل المفروض انا عارف انا داخل على ايه. انا المفروض بالظبط. قبل ما اجيلك انا عارف ان المفروض انا هتكلم هقول ايه. تمام. بالظبط. فهنا هي ممكن النسبة يبقى والتناسب. يعني هنا ممكن يبقى فيه الكلام. بس برضو رأيي انا الشخصي، وانا واحد عندي اخت بنت اصغر مم. مني سنا، انا بالنسبة لي واختي عارفة الكلام ده، اهم صفة في اي راجل انه شخص يكون مسؤول. كراجل ان هو يكون شخص مسؤول، عارف يفتح بيت، عارف يعني ايه مسؤولية بيت، عارف يفتح بيت ازاي، عارف ويكون مهما محترم معاها. مهما كان ايه اللي حصل، مم. عارف يكفي بيته، مش رايح لافف على أمة لا إله إلا الله عشان يكفي بيته. صح. ده اللي أنا أعرفه. تمام. بيعمل كام بقى ما بيعملش كام، أنا عن نفسي مش هتكسف، بس أنا واحد اشتغلت في أي حاجة. تمام. ولو ما فيش شغل أنا عارف أنا هجيب قرش إزاي، دي بالنسبة مم. لي سهل. تمام. واتحطيت في مواقف كتير وبشوية عارف أنا عارف هطلع منها إزاي. تمام. يعني لو هنرجع مثلا لحتة الصنايعية والكلام ده كله. تمام. اه. أنا واحد في فترة من الفترات كنت شغال في التشطيب. تمام. عادي. مم. ده سلونا هقول لك هتخلص بكرة ومش هتخلص بكرة. والله الصناعية في مصر بتاخد فلوس كتير، كتير جدا. مم. و... وبيمشوا فعلا على مزاجهم، ده واحد. ده غير كم الشاي اللي بيشربوه. تمام. صح. دي برضو من الحاجات اللي انا شايف ان هي برضو غالية جدا. يعني بعيدا عن كل المهندسين بقى دلوقتي عندهم قناة على الفيسبوك وبينزلوا الشغل بتاعهم. تمام. بس اللي هو كله ايه، بقى اونلاين. كله بقى اونلاين وكله بقى بيحاول يماركت لنفسه بشكل ما. محدش بقى عنده مكتب وقاعد فيه عادي كده مستني زبونه. مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. تمام. بس اللي هو الموضوع فعلا بقى بيتكلف كتير. والمشكلة ان انا متأكد مليون في المية ان زي ما في واحد على الفيسبوك مهندس بيعمل شغل كويس، زي برضو ما في حد صنايعي مستخبي. شاطر مم. مستخبي وبرضه شغله كويس. ممكن يكونوا في نفس صح. المستوى، بس ده اسمه معروف وده اسمه مش معروف. زي ما في كده في كده. لا الا مثلا الناس اللي في الساحات الشعبيه والناس اللي في الاماكن دي اكيد ما بيروحوش لده، بس اكيد برضه بيروحوا يدوروا على صنايعي شاطر. ففي كده صح. وفي كده. وممكن يكون في كده الاختلاف وفي في كده. السعر كتير كمان. تمام. دي حاجه من الحاجات اللي مم. بنحطها. تعالى بقى اخدك في حته ايه، الحاجات اللي ملهاش لازمه الاجهزه. اللي بتتجاب في البيت. الاجهزه. اه. الحاجات اللي بتتجاب. ادينا في الاجهزه. يعني انا في مم. حاجه، ودي حاجه مم. موجوده في بيتي انا في بيت امي، موجود مم. في النيش.
النيش انا شايف ان ده بياخد مساحه ايوه. وحاجه ملهاش لازمه. لا بس انت تعرف دلوقتي بقى في اشكال منه كتير وبقى بشكل احسن ايوه الموضوع مش موضوع في ومودرن قوي، الشكل، الموضوع موضوع موجود ليه. عشان بنجيب فيه الحاجات اللي هي بتتجاب اكنها ديكور بتتساب. اه طب حرفيا وليه؟ انت بتسيبها ديكور. يعني انا تمام. شايف تصرف فيها ان 20,000 ولا حاجة أو 50,000 عشان خاطر تشيل فيها حاجات ديكور. عادي. استنى بس، يعني انا شايف ان انت لما توصل للليفل ان انت مم. تجيب باترينا او نيش تحط فيها حاجات، تبقى اطباق مثلا ممضية، أيوه. كوبايات مش عارف ايه من الاسرة الشخرمية. آثار. آثار تمام يعني أيوه. تمثال يا حتب، فاهم؟ اي حاجة، بس حاجات أي حاجة تحف. فعلا أنت شايف. فعلا انا لما اخش بيتك احب اشوفها، لكن أيوه انا ليه اخش اشوف طقم صيني في النيش؟ مثلا. يعني أيوه. انا ليه اخش اشوف حاجة زي كده؟ المعالق والشوك اللي احنا ما بنطلعهاش أصلا غير لما اه الضيوف تمام. بس بتيجي. يعني أيوه. انا شايف ان مثلا ايه، بداية الجواز بداية الجواز مم. مش تبتدي لازم. مش عارف ايه، بطقم من كل حاجة، اللي هو ايه، انا وهي هنستخدم ده فنلاقي ده، هنستخدم ده نلاقي، لكن ما نجيبش المعازيم ما يعرفوناش اصلا. لا يعني ممكن في بداية الموضوع انت بتجيب حاجات على قدك انت وهي، اه واحتياطي اللي هو ايه، لو في ضيوف جولك يا عم اعظم حاجة لا، هو 10 الضيوف جولك اللي بتيجي مثلا. في اول سنة دي انتوا عالم قليلة الادب. ليه ليه احنا ليه عشان في ولد عيب رمضان بس، حماد. فانا مش الحلقة هتنزل في رمضان، فانا ولد مش عايز اقول حاجة. ولد تمام. عيب ف... ب- عيب. ال... اي عرسان جداد سيبوهم في حالهم، هم اوريدي اللي فيهم في مكفيهم، انتوا بتيجي تزودوا الطينة بلة. ايوه بيبقى لسه عليهم اقساط. اه بيبقى لسه عليهم، انتوا بتيجي يعني، انت لو هتيجي هات خزين الشهر. انت كده يعني عملت الواجب الصراحة. فاهم، لكن هتيجي تغرمني وتضايقني اه وترخم عليا ما تجيش. انا شايف كده. صح تمام. صح. يعني وبرده في موضة طالعة ايه يا اسطى كده، او غسالة مش المواعين، موضة. معلش غسالة الاطباق دي ليه نجيبها؟ معلش. طب بص اقول لك على حاجة، اقول لك على حاجة. ليه؟ انا نقلت كام مرة من ساعة ما سافرت. لا كتير يعني انت كنت انت عمال من ساعة ما بتروح عرفتني وتيجي. لما سافرت، انا انا نقلت ممكن كام اللي انا مرة. اعرفه 4 مرات مثلا، ده اللي انا اعرفها. طيب يعني ده من اول ما انا نقلت 7 مرات من ساعة ما ما جيت انا هنا. بقول لك 4 مرات. تمام والله ده اللي انا العظيم. اعرفه. انا البيت فيه غسالة اطباق، ما فيهوش غسالة اطباق، انا ما برتاحش اكل في الطبق او اكل بالمعلقة الا لو غسله على ايدي. عشان ضامن ان انت غسله. اه لا بس عشان اقول لك ضامن على ان حاجة، انت انا تغسل. جربت اغسل في غسالة الاطباق قبل كده. امم. تمام. ورحت جبت لها الكبسولات بتاعتها، وحاجة اه كويسة يعني، مش جايب حاجة رخيصة. تمام. تمام. ما اعرفش، بس الطبق طلعت ريحته حاجة غريبة. عارف انت عشان انت مش كله واخد داخل في عليه. بعضه. اه انت مش كله واخد، داخل في في حاجة بعضه. غلط. يا اما نضيف قوي يا اما نضيف قوي فانت مش واخد عليه، يا اما وسخ قوي وانت برضك مش واخد عليه، انا فاهمني؟ بالنسبه لي الطبق مش نضيف الا لما امسك السلكه واقعد اكل يعني، تقلبه على ظهره وتقلبه. شوف، قلت لك ست بيت شاطره ما صدقتنيش. ايوه حصل. تمام. الكوبايه ما تبقاش نضيفه الا لا كده. نفضل ندعك اه نفضل يعني ندعك. انا ايوه. بالنسبه لي كده. تمام. واغسل الاطباق بميه سخنه كمان، فاللي هو انا اه كده، انا دماغي كده. سلام. تمام. سلام. ف بس على فكرة أنا يا اسطى من النوع برضك اللي ما بدخلش المطبخ كتير، مم. يعني برضك أنا مش غاوي مطبخ أوي، سواء من الطبخ أو من الغسيل، مش أوي الصراحة. انا بحب بس لما يجي بس لي مزاج بحاول. بصراحه. بس لما يجي لي بحاول مزاج، يعني يعني أنا انت حاولت عارفني انا ما وعملت. بطبخش كل يوم، انا على طول باكل بره. بس اللي هو اه لما يجي لي مزاجي يوم اجازتي كده اروح داخل المطبخ. بالظبط. تمام. ف بس اللي هو ايه، هو برضو ايه، انا بالنسبه لي لما بخش المطبخ بحب مم. يكون الدنيا في السيمبل منه. مم. فاهم؟ يعني ايه، بمناسبة هتقول حاجه؟ بمناسبة الأجهزة، عندك مانع ان يبقى في ديب فريزر ولا من غير الديب فريزر عادي؟ يعني تدخل من غير الديب فريزر ولا لازم ديب طب انا هقول فريزر؟ لك على حاجه، انا اعوذ بالله من الحسد يعني، بس
ايوه انا ايوه. ابويا وامي متجوزين بقالهم فوق ال 25 سنه دلوقتي. ايه ما شموش الديب فريزر ولا ايه؟ لا استنى، فوق ال 25 سنه. انا مم. امي جابت الديب فريزر اقول لك من سنتين مثلا. بقالهم 25 سنة ولسه جايبينها من سنتين. لسه جابه ديب فريزر، لسه اكتشفت ان من هي الصليب يا عم، حلو يا عايزه عم. مكان تخزن فيه من سنتين. ايوه ايوه، ده حلو. تمام. فاهم؟ فهو تقريبا باكج كده بيجي مع كبر السن، ما بتوصل لسن معين بتبتدي تخزن فتجيب ديب فريزر. اه تمام. بس اللي هو ايه، انا خلاص. مش شايف برضو انها حاجه اساسيه تتجاب في الاول. مش حاجة في الأول، مش حاجه عادي. اساسيه تتجاب في الاول. مش يا باشا طبيعي ان اجيب 200 ملايه الا لو جوزك عنده تبول لا ارادي. حصل. فتجيبي حصل. 200 ملايه عشان تغيريهم كل يوم. اه ولا تمام. الستاير لازم تبقى من كذا ومش عارف ايه وكام ستارة. تمام. ايه يا انا اسطى ده يا مش اسطى؟ طبيعي احط مش طبيعي في جهاز الست تجيب 200 قميص نوم مثلا. تمام. وده برضو دي مش حاجة في الرجالة، انا عارف ان دي حاجة شخصية الستات بتجيبها، بس برضو مش حاجة اساسية تجيبيها في الاول وتضيعي فلوسك عليها، لان انت مش هتعملي له عرض ملابس معلش في في الأوضة. الكلمة، معلش بس في الكلمة، انت مهما لبستي تمام لو الشكل وحش مش هنركز. معلش يا يعني. ابني انت بتقول احنا في رمضان. يا ابني انت معلش بتقول ايه يا انا ابني؟ اسف يعني. يا ابني انت بتقول ايه يا ابني؟ بس يا ابني، بس. يا اسطى عادي، الشكل الوش عادي. راج برضو عيب. انت على فكرة نيتك وحشة، نيتك وحشة. نيته وحشة أوي ده يا جدعان. وعدد الحلل الكتير اللي بتتجاب دي برضو. لا معلش انا ديت بقى، دي عندي بقى يا اسطى، ايه معلش. فجبت. تمام. ماشي. كل حلة وليها الصنف بتاعها، معلش. يعني ايه تمام. كل حاجة؟ ايوه، حلة ما تدخلش على الحلة التانية. يا عم ماشي، انا ما عنديش مشكلة، ما احنا بنجيب طقم حلل كامل. معلش. ايوه احنا ما ايوه بنجيب الطقم طقم. حلة الكامل. ايوه ليه اجيب كمان كذا ده طقم؟ بيبقى كام ليه حلة؟ اجيب كذا طقم؟ طقم انت الحلل بتجيب بيبقى. كذا طقم؟ انت لا. ده غني يا عم. اما هو ده ده اللي غني يا عم بتكلم، في ناس اللي. بتجيب كذا طقم. يس ده انا ضد ان يبقى في حلل كتير. تمام. هو الطقم بيجي مش عارف ب7 ولا 8 حلل. تمام. ليه ماشي. اجيب كذا طقم؟ يعني دي برضه فلوس كتير ملهاش لازمه. فاهم؟ مع يعني دي بقى ساعتها هنرجع لايه، لموضوع ايه، ان البنت طماعة. بنت بتحب انا بنت خالتي تمام عندها كذا وكذا وكذا وكذا، انا مش الحوار عارف ده بنت ايه. طين. الحوار ده تمام. طين. ماشي. مش عارف ايه. تمام. انا عندي دهب هنا وهنا وهنا، فاهمني، انا المفروض حوار اتسيغ الدهب الدهب ده ده. كمان، حوار الدهب. تمام. الدهب ده يدخلنا برضه في موضوع تاني، بس خلينا نتكلم عن الدهب الاول. ده موضوع، ده الدهب الدهب ده موضوع الفلوس سعره كتير غالي قوي. جدا، وما ينفعش نطلب مش عارف ايه 50 جرام دهب والكلام ده مبقاش ينفع تمام خالص يا جدع. يعني احنا دلوقتي كلنا بنكح تراب، ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. لان انت لو كده انا عارف ومتأكد ان انا لو اتجوزت حد من عندي هنا، حد من جنسية تانية، كل اللي هجيبه هجيب خاتم. يا تمام. دوبك بيلبس اه بس في الصباع وخلاص وشكرا على كل كده. اللي هجيبه أيوة. هجيب خاتم. بس بعد كده هلبس في حد ممكن تبقى ديانته مش من ديانتي، وممكن تكون ثقافته من غير ثقافتي. فهلبس في حاجات انا مش عايز البس فيها، زي اي حد في مصر صح. اتجوز حد روسي ولا حد من جنسية تانية، ودخل في حاجات هو مش عايز يخشها مع عياله ومواقف قانونية تانية مش عايزين نجيب سيرتها. ليه تحطني انا في الموقف ده؟ ليه لما اجي اتقدم او لما اجي اتجوز اتحط في موقف انا مش عايز اتحط فيه؟ الموضوع دلوقتي غلي. الموضوع دلوقتي مبقاش زي زمان. فانت مم. لو نفسك اتجوزت بربع جنيه على ايامك، ما تجيش تعيش عليا انا الدور. تمام. صح. فالموضوع البيت ما بيقومش على كده. تمام. البيت ما بيقومش على البيت كده. بيقوم اكتر على التفاهم اللي ما بيني وما بين اه الشخص ده. تفاهم واحترام ان الدنيا بس تمشي والدنيا تبقى لذيذة. بس وانت لو اه مراعي ربنا وبمناسبة فيا انا هراعي ربنا في بنتك. بس. وبمناسبة صح المشاكل،
ابوس ايديكم، سيبوهم في حالهم، بلاش الحما. تمام. والام والشغل دوت تدخلوا على ام المشاكل، اه مالكمش دعوه بيهم، سيبوهم هم اه يحلوا مشاكلهم كل بنفسهم، مالكمش انتوا دعوه. كل واحد يخليه في بيته، والله العظيم بجد ايوه. الدنيا هتظبط. كل واحد يخليه في بيته. وانتي ما تبقيش انت الدوده، فاهماني؟ يعني انت وجوزك ما تبقيش انت الدوده اللي تروحي تشتكي لاهلك على طول. اه تمام. او اهله على طول، ما تبقيش انت الدوده. وبص والله، تمام، ومش حلي مش مشاكلك معاه. مش هنيجي على الستات بس برضو، ولا الحما بس برضو. الرجاله برضك، اه والرجاله في بتبقى دلدوله في لامها رجاله عادي، ايوه في في. رجاله كده، انشف يا عم، تمام. انشف، بلاش اه يعني الخرا ده. انشف شويه، انشف شويه، انشف شويه، يعني بلاش كل شويه ماما انا عايز احل المشكله ديت. حل مشكلتك بنفسك. انت المفروض بقيت راجل، بقيت مسؤول في ام بيتك. ابو المفروض. شكلكم ابو شكلكم مليتوا البلد. طيب في اه. الاخر في الاخر احنا حابين بس نقول كذا حاجه كده. آه، الجواز حاجه كويسه جدا، بلاش نصعبها على بعض. الموضوع سهل. خلي يبقى فيه تفاهم. حتى لو وقعت مع الشخص الغلط، اذا كنت راجل او ست، هتعيش حياه هتكرهها. فليه احط نفسي في الموقف ده؟ آه، ان انت تلاقي حد دلوقتي في الزمن ده كويس صعب، في العصر اللي احنا فيه ده صعب. فبلاش نصعبها علينا اكتر، ان احنا نبوظ نفس الجواز، نقفل على نفسنا، نجيب حاجات ملهاش لازمة، ونصرف فلوس في حاجات مش هنحتاجها اصلا، عشان اصرفوا فلوس بس في حاجه تبسطكم. يعني نصرف فلوس في حاجة هنستخدمها، او حاجة هتبسطنا، نصرف شو خلاص. بس. تمام. جواز حاجة كويسة، فبلاش نصعبها لنفسنا، لان احنا في وقت دلوقتي ان الجيل كله تعبان، الجيل كله تعبان وبيكح تراب عشان بس ده يعرف منظري يصرف على هو انا نفسه. تعبان، ده تمام. منظري وانا تعبان. تمام. احنا كلنا بنكح تراب، فبلاش زود الطينة بل. بس اشوفكم في الحلقة الجاية. هو بلدي. رمضان كريم. سلام. سلام.